علينا شعبي العزيز أن نقوم كرجل واحد بنظام وانتظام لنلتحق بالصحراء ولنصل الرحم. مساء الخير صالح. يا اهلا بك. صالح، انا لا اؤمن ان في حرب بين الشعبين. انا اظن ان هذا كله ذباب الكتروني في الفيسبوك. صالح، فاكر لما كنا في عطله هنا في بريطانيا الشهر اللي فات؟ انا ومراتي لمراكش، قعدنا 10 ايام. والله العظيم يا صالح، انا كجزائري الشعب المغربي هناك في مراكش لما يعرفوا كجزائري والله العظيم يحطك فوق راسهم. حتى الشرطه في المطار، عارف الباسبور البريطاني مكتوب مولود في الجزائر، يسألك سؤال: هل زرت المغرب من قبل؟ تقول نعم، يقول لك مرحبا بك في المغرب. كياسي صلاح أو صالح، طبعا اسمي صالح وليس صلاح، كثيرون يخطئون. المرجو منك أن تغلق الخط على كل من تسول له نفسه الإساءة للمغرب أو الجزائر. طبعا الإدريس من المغرب، لا يريد الإساءة لا لهذا البلد أو ذاك. يقول أن تغلق الخط على كل من تسول له نفسه الإساءة للمغرب أو الجزائر، لأننا نريد من يصلح بين الإخوان عوض أن يزيد من التفرقة بين البلدين. سلم فاك، وهذا هو المطلوب في موضوع الجزائر والمغرب. أنا ما عنديش مرحمين، لا نريد إشعال أي فتنة بين أي بلد عربي وآخر الحقيقة، وخصوصا في هذا الموضوع لأنه شق الأمة، وبالذات المغرب العربي يعني أخر الوحدة المنشودة المغاربية وأخر التنسيق المغاربي المنشود وخرب الدنيا هذه الأزمة. تشكيك ولا تخوين ولا تقليل من شأن هذا الجهد بصراحة، يعني هذا أمن قومي مش لعبة، واللي يفهم الإسلام وعمق الإسلام يأيدني في هذا التوجه. يقول صاحب هذه الرسالة، أنا أبحث على اسمه، طيب، يقول: أود أن تزول هذه الفتنة على الأقل كمسلمين. هذا ما يقوله صاحب الرسالة، وللأسف لم أجد الاسم بشكل واضح. حكيم، مساء الخير. مساء الخير صالح. يا أهلا بك. صالح، انا لا اؤمن ان في حرب بين الشعبين. انا اظن ان هذا كله ذباب الكتروني في الفيسبوك. صالح، فاكر لما كنا في عطله هنا في بريطانيا الشهر اللي فات؟ انا ومراتي لمراكش، قعدنا 10 ايام. والله العظيم يا صالح، انا كجزائري الشعب المغربي هناك في مراكش لما يعرفوا كجزائري والله العظيم يحطك فوق راسهم. حتى الشرطه في المطار، عارف الباسبور البريطاني مكتوب مولود في الجزائر، يسألك سؤال: هل زرت المغرب من قبل؟ تقول نعم، يقول لك مرحبا بك في المغرب. طيب، اذا انا اشكرك على هذه الشهاده حكيم. طيب، ماذا تقول اسمح لي اكمل السؤال فقط. ماذا تقول اذا لمن يتابع هذا التراشق، أكان جزائري او مغربي؟ بماذا تحذره يعني من هذا الذباب او التآمر او الفتنه على صفحات التواصل؟ قول، يعني وجه رسالتك. انا اقول للشعب الجزائري، لان انا جزائري، والله العظيم ما تصيبوا الشعب اللي يحبكم مثل الشعب المغربي، والله مع كل احترامي للشعب التونسي والليبي واخواننا العرب، والله ما تصيبوا واحد يحبكم كما المغاربه. صالح، 10 ايام التقينا مع مغاربه من اوروبا وجزائري من اوروبا، جاينا عطله كلنا نتعشوا مع بعض ونحتفل مع بعض، ما في حتى مشكل. والمغاربه في الشارع في مراكش لما يعرفوك جزائري، حتى الشرطه لما تقول لهم جزائري يقول لك مرحبا بك. شكرا لك حكيم على هذه الشهاده، اشكرك. حكيم من بريطانيا من اصل جزائري، وكذلك الحال لاي مغربي يزور الجزائر. انا على ثقه بان الجزائريين يضعوه فوق رؤوسهم كما يقال. الشعوب تحب بعضها بعضا وتعشق بعضها بعضا، ولا احد يشك في ذلك. لكن يا جماعه الخير، يعني لاني انا اريد ان احذر من هذا كما حذر حكيم، حذاري من الفتن على صفحات التواصل. ان المغرب يقول: لن ينعم المغرب العربي بكامله في طمأنينة وسلام يعني ما دمنا على هذه الحال. اذا كان فهمت يعني ما تبقى من رسالته. طيب، محمد، مساء الخير من فرنسا. محمد. عليكم. الو، السلام عليكم. يا هلا بيك. يا اخي، انا استعرف بالحكام تاع الجزائر واستعرف بالحكام تاع المغرب. نقول لك علاه. حطوا الشعب كرازاوه والشعب مكرازي والشعب ما عندوش. لا محمد، لا محمد، لا يعني لا، هذا الخطاب انا لا اريده اليوم ولا احتاجه. انا اريدك ان تعطيني وجهة نظرك في اي مسعى لحل الخلاف بين البلدين. وجهة نظري، والله ما يتوعاوش الشعوب، والله ما يشوفوا لابي، باسكو الشعب مش واعي. سي بوغ سا الحكام دايرين فيهم حاله، وهذه الحرب بين الجزائر والمغرب ما تكونش، باسكو فرنسا كوموند، فهمت؟ ما كان غير تمسخير. شكرا لك محمد من فرنسا، شكرا لك.
أنا هناك أبواق فتنة وهناك أبواق قريبة من أبواق الفتنة، وبالتالي بالله عليكم ركزوا لي على كل من يدعو لرأب الصدع وإنهاء هذه الفتنة وعودة العلاقات إلى سابق عهدها أو أفضل. هذا ما يعنينا في مثل هذا الملف. ما تسمع لأي واحد يغني يمينا أو يسارا ويغرد خارج السرب. عبد رب النبي من المغرب يقول: الشعب المغربي والشعب الجزائري شعوب عربية ومسلمة، لا فرق بين وسطنا الاجتماعي، تسري المحبة والأخوة بيننا، على الأنظمة المغربية والجزائرية أن تتحاور وتزيل الاختلافات السياسية حتى ينهض اقتصاد البلدين. يوسف، مساء الخير. السلام عليكم أخي صالح. وعليك السلام. يا أخي صالح، لم يسمعوا لكلام الله الذي قال في كتابه العزيز: من يؤمن بالله ورسوله أن لا يؤتي جاره لم يسمعوا من الله سبحانه وتعالى خالقهم، يسمعون من علماء المسلمين. هذو لا يسمعون من الله، يسمعون من أحد آخر. المهم هو هم يتركون أعطاهم الله سبحانه وتعالى باش يتلهوا، أعطاهم بوليزاريو باش يخسروا الأموال ديالهم ويدفعون أموالهم لبوليزاريو ويتركون الشعب الجزائري جائع والطوارئ. لا يا يوسف دعني من هذا الخطاب لو تكرمت. أريد خطاب يشد من هذا التوجه اليوم المسعى الذي يريده الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين. دعك من هذه أبواق الفتنة التي يتحدث عنها الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين. اليوم نريد أن نقاومها أبواق الفتنة. دعني أتجه في الاتجاه الإيجابي لو تكرمت. أولا إذا أراد العلماء. للأسف انقطع الاتصال من عندك يوسف. شكرا لك. عبد الله، مساء الخير. السلام عليكم دكتور ورحمة الله وبركاته. معنا أولا نعني في رسالة مقتضبة لأي متدخل: لا تحرفوا كتاب الله. لا توجد هذا آية في القرآن الكريم مثل ما ذكرها الأخ يوسف، سامحني وسامحه الله. ثانيا وأهم شيء، دعني أشيد بهذه المنظمة يا أخي. هذه يعني انظر الفرق بينها وبين الجامعة العربية. هذه منظمة اتحاد علماء المسلمين، وعلى رأسهم يعني دكتورنا الشيخ علي القرضاوي. يعني منظمة نشطة، منظمة حقيقية، منظمة تسعى لرأب الصدع في هذه الأمة ولها نشاط. بالعكس نحن نطالبهم ونقترح عليهم يعني بأن يقوموا بتحضير وفد للوساطة من الاتحاد ومن ثقات العلماء المسلمين من الدولتين، من الدولة الشقيقة الجزائرية. ولكن لا يمكن إرسال وفد يا عبد الله يا عزيزي، لا يمكن إرسال وفد قبل أن يصلك التجاوب أو الاستعداد على الأقل لاستقبال الوفد. يا أخي دعنا نحن نقترح، ولعل الله بقدرته وبعفوه وبرحمته يعني يلين القلوب وتحن القلوب. ودعنا ايضا نطالب حتى من الشقيقه قطر يعني من صانعي القرار في قطر ان يتخذوا مثل هذه الخطوه، وان يحاولوا يعني بهكذا بلم الشمل يعني في قمه او في اجتماع او في كذا. هذا كله معناه خطوه ايجابيه. واهم شيء يعني انا اقول للاخوه من سيتدخل، انا اقول لكم اتقوا الله، الفتنه نائمه، اتقوا الله، نحن شعب واحد، اتقوا الله، نحن اخوه، اتقوا الله. والوقوف ضد اي شخص على صفحات التواصل، اي شخص حتى لو شقيقك يقول كلمه سوء في حق المغرب او في حق الجزائر، لا تقف له صامتا، وقف ضده، لأنه هذا صب الزيت على النار. وهذه هي أبواق الفتنة اللي يتحدث عنها الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين. لا تكونوا جزءا من أبواق الفتنة هذا.